صحيت على ريحة غريبة. ما هي الريحة الغريبة دي من كتر أكل البيض، ما أنت لو خفتي أكل بيض مش هتشم ريحة غريبة. 3 العصر قبل الفجر كده بشوية. الفجر قبل العصر اللي هو يوم الخميس بعد صلاة الجمعة. لقيت الحاجات دي شبه دائرية ومش صارحة وواضحة، حتى صاحبتي كانت تتصل بيا كلسنت عليها على طول. فعلا ليكي حق تكنسلي على صاحبتك، حاجة مش مفهومة فعلا يعني. تفاح وموز وبالليل قبل العصر بعد الفجر. حد طايل يا جميلة. من اللي انا شايفاه، عارفين لما تشوفوا حاجة مش مفهومة؟ خفت المسهم لمس مباشر، فرحت لبست جلافزات عشان افهم ايه الكائن ده. بصوا يا جماعه، اللي اكتشفته ان هي لونها برجندي وفيها كده بثور بيضاء. اجس ان هي نوع من انواع الصدف الضخم، في زيها بقى بالظبط ممكن نقول فوله واتقسمت تمنين، بس لونها ساركولين فاقع. كانت بالنسبه لي مريبه برضو، بس هي بشرتها اصفى بكتير من التانية. صدف الضخم، التفاح بقى صدف ضخم، وفوله واتقسمت تمنين. ما شاء الله عليك، بتوفري وبتلخبطي في كل حاجه. اللي بجد عجزت ان انا استوعبه ده. عجزت بقى عندك كام سنة يعني لما شفت الموز؟ ياه، صعب على الواحد. ده لونه جمباج، وايجاس ان هو نوع من انواع الطيور المحنطه دي. بقى انا اول ما مسكتها عرفت هي ايه، نوع من انواع القماش ريد فيلفت فخم جدا بجد، ملمسها حنون قوي وتحسوا ان هي بتدفي. دي اكتر واحده كيوت وعسوله فيهم بصراحه. قطيفة اعملي منها مخدات ونامي عليها، هتلاقيها بتدفيكي جدا. استخدميها كمخدات يعني. كلهم بلا استنساء محتاجين سكين كير بروتين، بس دي بالاخص عندها بثور سوداء وتجاعيد، والمسام زي ما انتم شايفين مفتوحه جدا. صعبت عليا قوي، فقررت ان دي لازم بجد تتلحق وتعملها سكين كير بروتين. سكان مين يا اما والكلام اللي بتقوليه ده دي هيتقشر والقشر ده هيترمي في الزباله. مسام مين اللي هتعمليه؟ لخبطت الدنيا خالص. هتدلع البرتقال. الاول جبت لها المايسلر ووتر ومسحت لها حاجاتها كويس قوي، على اساس ان احنا نحاول نخفي البثور المتعفنه دي على قد ما نقدر، لانها بجد مسكينه شكلها مش بتهتم ببشرتها خالص. السكان بتاعها بايظ. بعدها كان لازم نستخدم كلانزر عشان المايسلر ووتر ما تسبب لهاش اي التهابات. يعني بنظامك ده بقى عشان اشتري كيلو برتقال واقدمه للناس، عايز له اجيب له كريمات وحاجات تعمل المسام في سكه 200 300 جنيه، عشان في الاخر نقشر القشر ده ونرميه. السلام على فكرك. ايه ده؟ انت اكيد من عالم تاني. يلا نشوف عملياتي تاني. وبص فرق معاها ازاي، بشرتها بقت اصفى بكتير، ولونها اتحول من جمباج باهت لجروفاج فاقع، ونفسيتها اتحسنت كتير. السلام عليكي، نفسيتها اتحسنت كتير جدا ما شاء الله. بقت برتقانه متنضفه. وماله، ماشي. سبتهم يرتاحوا يناموا، وبكره بقى هبتدي اعمل السكان كير لبقيه وشوشهم. ايه في الاخر هتسيبهم يرتاحوا يناموا ولسه بكره هتعملي لهم اسكان امبلايز لوشوشهم؟ دول مش هيتاكلوا يعني دول جايين عشان تنضفوا وشوشهم. جميل، ربنا يسامحك يا شيخ.